السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وشيقة نستخلص منها الدروس. ونأخذ منها العبر. الحكاية بعنوان عرق جبينه، وبطلها لليوم هو صديقنا الفلاح، والذي كان يعيش في بيته البسيط، والذي معه حقل. ومعه زوجته وأولاده. كان الحقل يحيط بالبيت فيقوم الفلاح المجتهد بزراعته في موسم الأمطار حتى يجني الثمار، من عرق جبينه، ويقوم ببيع جزء منها ويحتفظ بالجزء الباقي. له ولأولاده وزوجته. وذات موسم من المواسم انحبس المطر فحزن الفلاح الذي كان قد زرع، بانتظار هطول الأمطار، فتوجه إلى حقله، ووقف متأملا الغيوم. ثم أخذ ينشد ويقول: تعال يا مطر، تعال يا مطر، كي تكبر البذور، تعال يا مطر، تعال يا مطر، لنقطف الغلال، تعال يا مطر، تعال يا مطر، لتضحك الحقول. تعال يا مطر. لكن مرت الغيوم ولم تستمع إلى نداء الفلاح، فزاد حزن صديقنا الفلاح، وذهب إلى بيته. حيث اعتكف هناك حزينا. لكن زوجته رأت ذلك، فقالت له: يا زوجي العزيز. صل على النبي الكريم يا زوجي. فقال صلى الله عليه وسلم: وأضافت: هون عليك يا زوجي. لماذا تعمل من الحبة قبة؟ رد عليها: دعيني يا أم العيال. لا تزيدي علي همي. فقالت: إلى متى ستبقى جالسا؟ تنظر إلى الحيطان؟ قم واخرج من المنزل. واسعى في الأرض. رد عليها: ماذا تقولين؟ ألا ترين الحق؟ لقد تشققت الأرض، والبذور أكلتها العصافير. بعد أن أصبحت الأرض عطشة. وأضاف: دعيني بالله عليك. فأنا لم أعد أحتمل. قالت له: وما الحل؟ إذا بقيت جالسا هنا سنموت من الجوع. لم يتبقى لنا طعام في البيت. قم يا زوجي واخرج. فبلاد الله واسعة. اقتنع صديقنا الفلاح بكلام زوجته، فحمل زاده ثم ودعهم وانطلق. وكانت هذه رحلته الأولى، فلم يبتعد هكذا من أهله من قبل، لذا وجد المصاعب والمشقة فكان يدافع عن نفسه من الحيوانات المتوحشة، واعترضه جبل عالي، فيضطر إلى تسلقه. وهكذا وصل إلى. انتظر يا موفق، لا تكمل. ماذا هنالك يا عبد السلام؟ دعنا نخرج إلى فاصل قصير. طيب، لا مشكلة. فاصل يا أصدقاء ثم نواصل. أهلا بكم مجددا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل، مع حكاية اليوم، التي هي بعنوان عرق جبينه، حيث الرحلة الأولى لصديقنا الفلاح، والتي عانى فيها الكثير من المصاعب والمشقات، لكنه بعدها واصل إلى القصر. قصر كبير يا أصدقاء، كانت الأشجار تحيط به من كل جانب، وجدرانه مليئة بالزهور والورود. وما أن اقترب صديقنا الفلاح حتى صاح به الحارس. هاي أنت، إلى أين ذاهب؟ رد عليه: أريد أن أقابل صاحب القصر. ضحك الحارس منه وسخر، وقال له: أنت تريد أن تجتمع بالسلطان؟ في هذه الأثناء كان السلطان في الشرفة، فسمع الحديث الذي دار، فأشار للحارس أن يسمح له. فدخل صديقنا الفلاح وقال: السلام على جناب السلطان. رد عليه السلطان: وعليكم السلام. ثم أضاف: ماذا تريد؟ رد عليه صديقنا الفلاح: العمل. فسأله السلطان: وما هي وظيفتك؟ أجاب صديقنا: الزراعة. وبعد أن عرف السلطان قصته قال: حسنا، أما الزراعة فلا أريد، لدي الكثير من المزارعين، لكن إذا رغبت في تكسير الصخور فلا أمانع في عملك. فأنا أفكر في زيادة المكان. رد الفلاح بموافقة، فقال السلطان: حسنا، اتفقنا. وأضاف: تبقى الأمر الثاني. سأل الفلاح: وما هو يا سيدي؟ أجاب السلطان: لنتفق على الأجر.
فأنا أدفع للعامل دينارا ذهبيا. فهل توافق على هذا المبلغ؟ حك صديقنا الفلاح رأسه مفكرا. وقال: يا سيدي، لدي اقتراح. رد السلطان: وما هو أيها الفلاح؟ أخرج الفلاح منديلا من جيبه وقال: لدي هذا المنديل، ما رأيك أن تزنه لي بنهاية كل أسبوع وتعطيني وزنه ذهبا؟ وبمجرد ما سمع السلطان ذلك انفرط ضحكا بصوت عالي. وقال له: هل أنت متأكد؟ هذا المنديل الصغير وزنه خفيف، لا يتجاوز قرش فضة. فأجاب الفلاح: لا مشكلة يا سيدي، إذا وافقت أنت فأنا موافق. حتى لو كان وزنه نصف قرش. نظر السلطان إلى الفلاح ولمس فيه الجدية والإصرار، ثم قال: حسنا، توكلنا على الله. وبالفعل انطلق الفلاح إلى عمله، وهو يحمل مطرقة الحديد وكان يضرب الصخور القوية، بهمة ونشاط وجد وحماس. وكان كلما يتصبب عرقا يخرج المنديل من جيبه ويقوم بمسح عرق جبينه. وبالفعل انقضى الأسبوع وجاء وقت الحساب من السلطان الذي طلب المنديل من الفلاح، حتى يقوم بوزنه، وذلك حسب الاتفاق الذي دار بينهما. أخذ السلطان المنديل المبلل بالعرق ووضعه في كفة، ووضع قرشا فضيا في الكفة الأخرى، فرجح كفة المنديل، فوضع قرشا آخر. لكن المنديل لم يتزحزح، وضع السلطان عددا من القروش الفضية، لكن دون فائدة، فامتعض السلطان وأخذ دينارا ذهبيا. ولم يتحرك المنديل. أخذ منديلا آخر وبلله بالماء، ثم وضعه مع الدينار، فرجحت كفة الدينار، استغرب السلطان وأعاد وضع منديل الفلاح، فوضع دينارين ثم 3 حتى 10، فتوازنت الكفتان. 10 دنانير مع منديل الفلاح. فقال السلطان للفلاح: هل أنت ساحر؟ وأضاف غاضبا: ما الذي يحدث؟ رد الفلاح بهدوء وبرودة أعصاب: لكني لست ساحرا يا سيدي، ولكنني فلاح بسيط، أعمل وأجتهد بالحلال، وأبحث عن لقمة لي ولأهلي. كل هذا بعرق جبيني. فرح السلطان بهذا الكلام الطيب، وقال للفلاح: سلمك الله وبارك الله في رزقك، خذ 10 دنانير وانطلق لأهلك. وهكذا يا أصدقاء انتهت الحكاية التي بيّنت لنا فائدة العمل بجهد وبذل الجهد والمثابرة. حسناً يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه من الحكاية؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.